المغاربة لا يتكلمون عليه، وما كانوش يتكلموا عليه ودايرين هيلولة وعرس وزغاريت حتى يكاد يكتمل. إخوان السلام عليكم ورحمة الله. اسمعوا معنا بن صديرة كيتكلم على الحرب بين المغرب والجزائر، وميمشيش يبالكم بعيد بأن الحرب غادي تنوض بين المغرب والجزائر على الصحراء المغربية. لا 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 لا, لا. على حاجة أخرى اللي كيتكلم عليها بن صديرة، قال بأن غادي تكون حرب بين المغرب وبين الجزائر، ولكن ماشي على الصحراء المغربية أو على حدود بين المغرب أو الجزائر. غتكون قلب بن صديرة بأن غادي تكون حرب المياه بين المغرب والجزائر. غادي تنوض حرب على الماء، لأن كما كتعرفوا بأن دولة الكراغلة راه ما كيجبروش باش يخرجوا للطواليطات، ما كيجبروش باش يتوضاو. وكما كتعرفوا الطابورات في الجزائر على جميع المواد والمياه، كل شيء ليه طوابير اللي هما عايشين فيها. ولكن غنسمعوا بن صديرة شنو الرأي ديالو، علاش الحرب غادي تنوض بين المغرب والجزائر، بالسبب ديالاش. المهم اخوتي اكتشفوا معنا الحقيقة حتى النهاية، وما تنسوناش باللايكات ديالكم فضلا ونساء امرا. مشروع منجم غرج بيلات مشروع فاشل، ما فيه حتى فايدة. لكن وعلاش درنا هذه الهيلولة على مشروع للأسف الشديد مشروع فاشل؟ في الوقت اللي احنا نتكلموا على غرج بيلات والدنيا واخذه وكذا وكذا وكذا، هناك مؤامرات تحاك ضدنا. هناك مؤامرات تحاك ضدنا يا ناس، مؤامرات تستهدف الأمن القومي الجزائري بما للكلمة من معنى. روح دركا أسأل أي جزائري قل له تسمع بحاجة اسمها سد خنك كرو، اللي هو هذا في إقليم فقيق في المغرب، هذا في فقيق على حدودنا مع بشار. شوفوا هذا المشروع، وشوفوا خامس أكبر سد في المملكة المغربية، تسارع وتيرة أشغال بناء سد خنك كرو بإقليم فكيك. شوفوا هذا التعليق المهم: سد خنك كرو العملاق، استقبال أول حمولة مائية كانت تذهب للجزائر. استقبال أول حمولة مائية كانت تذهب للجزائر في هذا المشروع العملاق. هاي المشاريع ستبون. هاو المشروع اللي الإعلام المغربي ووكالة الأنباء المغربية والنشطاء المغاربة لا يتكلمون عليه، وما كانوش يتكلموا عليه ودايرين هيلولة وعرس وزغاريت حتى يكاد يكتمل. راهو قريب يكمل هذا السد اللي هو إنجاز عظيم. عظمة هذا الإنجاز أين تكمن؟ تكمن في خنق الجزائر. احنا عندنا الأسطح المائية أو حتى الآبار، المياه الجوفية في منطقة بشار وتندوف، هذه المنطقة الصحراوية شمال أضرار. هذه المنطقة من المناطق الجافة، نعم من المناطق الجافة اللي فيها مشكل تاع مياه كبير جدا. وعندنا سد الجرف اللي هو في بشار، هو المتنفس الوحيد اللي يعتمد عليه سكان المنطقة ككل، سواء مدنيين أو عسكريين. أقول لكم أنا بعد استراتيجي وأمني خطير جدا. حتى سكان المخيمات في تندوف يعتمدوا على هذا الموارد المائية اللي هي هذا سد الجرف أو بعض الآبار هنا وهناك في المنطقة اللي هي منطقة جافة، منطقة ناقص فيها الماء بزاف، مشكل كبير تعاني منه المنطقة. بالرغم من أنه الأودية والمياه المتدفقة من جبال المغرب تأتي إلى هذه المنطقة للصحراء، يعني منطقة بشار وتندوف والمناطق الصحراوية بني ونيف وهذه المناطق كانت تتغذى، المياه تتغذى من الأمطار التي تسقط في المغرب وتنزل للصحراء.
اللي تسقط في جبال المغرب وتسقط في الصحراء، لأنه كان في الجغرافيا كاين منطقة يسموها مناطق يسموها مناطق الظل. مناطق الظل هذه اللي هي تغطيها الجبال المغربية. المناطق هذه الجبال تغطي على الأمطار، ما تسقطش الأمطار في الجزائر، تسقط في المغرب، لأنه الجبال هذيك توقف السحب هذيك اللي تجي من المحيط أو من المتوسط تصطدم بالجبال تاع المغرب وتسقط الأمطار بكثافة في المغرب، مثل ما راهو حاصل الآن في المغرب. فيضانات أدت إلى غرق قرى ومدن. كاين قرى في المغرب غرقت، الماء وصل 4 متر، غرقت ديور، غرقوا 4 متر، وصل الدالة، وصلت الدالة 4 متر 3 متر مغطية، الناس طلعوا فوق الدالة وغرقوا، لأنه فيه فيضانات نتيجة الأمطار الموسمية اللي جات اللي اصطدمت بالجبال وسقطت. يعني لا تصل إلى التراب الجزائري، ما توصلش للجزائر، ما تدخلش الجزائر. لكن الجزائر كانت تستفيد من عائد هذه المياه من خلال الأودية والأمطار هذيك اللي توصل. أولا يتعمروا الآبار، الأرض تشرب ويولوا كاين البئر اللي يقدروا الناس يخرجوه ما يشربوا، أو يتعمر السدود، وخاصة سد الجرف اللي هو من أكبر السدود في منطقة بشار. الآن المغرب بعد ما بنى هذا السد العملاق اللي هو 5 سد في المغرب، يعني من السدود الكبيرة، اللي هو السد هذا اللي يسموه الخنكرو أو الخنكروا هذا المغربي، الآن رايح يمنع منعا تاما وصول المياه إلى الجزائر. لا مياه جوفية، الآبار رايحة تجف لأنه الأمطار تجي من المغرب، والآن يوقفوها تولي المياه الجوفية ناقصة بشكل كبير، والمياه التي كانت تغذي سد الجرف والسدود الصغيرة في المنطقة نفس الشيء رايح تجف، يعني رايحة تعاني معاناة شديدة جدا 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 في الفترة القادمة. بعد ما يستكملوا المغرب هذا السد نهائيا 100%، رايحين سكان المنطقة عندنا يدخلوا في أزمة كبيرة وكبيرة جدا. لكن عمرنا ما تكلمنا عن هذا الموضوع، عمرنا ما ناقشناه، بالرغم من أنه موضوع وملف استراتيجي يتعلق بالأمن المائي ويتعلق بالأمن القومي. الأمن المائي والأمن القومي راح يمس ويضرب بشكل كبير وكبير جدا. في أشهر وسنوات سابقة كنت نقول لكم أن الحرب العالمية الثالثة ستكون حرب مياه، ستكون الحرب العالمية الثالثة من أجل المياه. إذن إحنا إذا كان راح تنوض حرب ما بين الجزائر والمغرب، راح تنوض حرب من أجل الماء. نعم، ما كان لا البوليزاريو، لا الحدود، لا بساتين العرجة، لا فكيك، لا عمر بوزور. الأزمة اللي راح تكون أزمة ماء ما بين الجزائر والمغرب، اللي راح تقسم ظهر البعير. ومن بعد كيجيك واحد بوخنوني يتكلم لي على غارج بيلات، ويتكلم لي على المشروع العملاق، ويتكلم لي على كذا، ويتكلم لي على كذا، متناسي الخطر العظيم، متناسي الإنجاز العظيم. أنا في هذه الحالة من حقي أنني أتساءل وأقول: من يقف وراء هذا التضليل وهذا التهويل؟ لأننا الآن نشوف اللي كاين جهة في رئاسة الجمهورية متعمدة أنها تغلط الشعب الجزائري أننا درنا إنجاز عظيم اللي هو غرج بيلات، لكن ما يتكلموش على الخطر العظيم اللي هي القواعد العسكرية الإسرائيلية والسد الذي سيمنع المياه على الجزائر. عمركم سمعتوا هذه المحللين تاع التلفزيون الشبختة يتكلم لكم على القواعد العسكرية الإسرائيلية اللي على حدودنا؟ عمركم سمعتوا على القاعدة العسكرية الإسرائيلية القريبة جدا 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 من غرج بيلات؟ عمركم تكلمتوا على المحللين الجزائريين تكلموا على هذا السد العملاق اللي هو السد المغربي اللي راح يحجب المياه على الجزائر، يمنع، راح متربي على سكان الصحراء؟ عمركم سمعتوا عليها؟ المغرب دار هذا السد، داروا سكارة، مش محتاج هذا السد اللي داروا المغرب ليس بحاجة إلى هذا السد، لأنه المنطقة اللي داروا فيها السد منطقة غنية بالمياه والأمطار والأودية، غنية طول العام يصب فيها المطر، وطول العام فيها الفيضانات، والشعب مش محتاج الماء أصلا، تحت 4 متر يخرج لك الماء. السد هذا داروه بالعاني باش يمنعوا عليك وصول الماء إلى الجزائر. وهذه هي الاستراتيجية، وهذا هو المخطط، وهذه هي الحرب الناعمة أو الحرب الذكية، وليست الحرب الغبية التي تمارسها زريبة الإعلام عندنا بغباء منقطع النظير. غباء ما عنده غباء، يكشفوا رواحهم. يعني شوف لي انت، شوف معايا يعني يرحم باباك، خط السكك الحديدية المنجمي الغربي، محور نقل هيكلي يتيح وصولا عمليا إلى أسواق إفريقيا. هذه الصورة هذه ما عندها حتى علاقة بالواقع. هذا وكالة الأنباء الجزائرية ناطق رسمي باسم الدولة الجزائرية تنشر لك صورة ما عندهاش علاقة. هاو الصورة، هاو السد، هاو قدامك،
وكالة الأنباء نشرت لي هذه الصورة هي من الصين. هاي من الصين. يعني ما فهمتش أنا وعلاش رايحين يتبناو حاجة مش ليهم، وبالتالي المشروع كله غرج بيلات يروح في نقص واحد. مشروع غرج بيلات، واحد كيشوف صورة مثل هذه يقول لك واش ما لقيتوش صورة حقيقية؟ ما وجدناش صورة حقيقية للجسر اللي طوله 4 كيلومتر. يعني في الجزائر كاين جسر في طوله 4 كيلومتر، نعم. عندنا قنطرة يعني كما هكذا في الهواء مش في الماء، حوالي 4 كيلومتر. نعم 4 كيلومتر، 4000 متر. علاش ما صورتوهاش؟ علاش راح نجيبوا الصورة تاع الصين؟ أو المحرر فارغ شغل يعني، أو بالعكس قصدي ما عندوش وقت، او ما حبش يتعب روحه يروح يحوس على صوره تاع جيب صوره من جوجل تاع الصين دخلها وقلت تاع الجزائر. دير في بالك بلي الناس اغبياء ما يحوسوش، الناس راهم يحوسوا اذكياء، وكاين الذكاء الاصطناعي. رانا خرجنا من الغباء الاصطناعي دخلنا الذكاء الاصطناعي. يعني وعلاش هذا الفوضى وعلاش هذا الخربيط؟ الهديه الثانيه اللي نقدمها البغالي التلفزيون الجزائري، ومن خلاله نقدمها الى جماعه الزريبه، نقول لهم باللي راكم ما تعرفوش تكذبوا، ما عندكمش فنيات التضليل الإعلامي، ما عندكمش تقنيات الخداع الإعلامي. حتى كي تحبوا ديروا التضليل وديروا مش عارف نظريات الخرطولوجي والفيسكولوجي وكذا كذا، على الأقل ديروها بذكاء، ما ديروش بغباء. تخيلوا أن التلفزيون الجزائري يقع في خطأ عظيم. بغالي، أنا كي نقول بغالي ليس بالضرورة محمد بغالي كشخص، لا، أتكلم على تلفزيون، مدير تلفزيون أو مدير الأخبار أو اللي سموه كما تحبوا. يكلم مدير محطة بشار يقول له أبعث لنا فريق يروح لتندوف يصور لنا القطار اللي خارج من تندوف. القطار اللي راه خارج من تندوف صور هنا. هاو القطار اللي خارج من تندوف رافد الحديد زعما. تبعوا معايا، حسبوا معايا، تبعوا معايا بالعقل. القطار اللي خارج من تندوف، أوكي، هذا القطار. احسبوا معايا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 عربة. خذاكم شفتوا؟ هذا فيه 32 عربة خارج من تندوف. تلفزيون راح يصور في القطار اللي خارج من تندوف ورافد الحديد باش يستقبلوه في بشار، ومن بشار يستقبلوه في وهران. حنا ورونا القطار اللي خرج من تندوف فيه 32 عربة، 32 عربة، اوكي. والراس راكم شفتوه كيف داير، شوفوا الراس اللي خرج من تندوف، هذا هو الراس لونه احمر يا اخي، هذا هو راس لونه احمر و32 عربة، بالاضافه لهذيك العربه الزائده اللي في الوسط راكبين فيها يعني الشوفير وكذا يرقدوا فيها. هذيك ما نحسبوهاش، نحسبوا العربات اللي رافدين الحديد. كاين 32 عربه زائد الراس زائد هذيك الغرفه هذيك تاع الجلوس ولا النوم، لكن نحسبوا اللي رافدين الحديد 32 عربه. 32 اوكي. امشي روح يا سيدي. رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون